المحاضرة الجاية والويب باي سكادول كان عندنا تأخير الحمد لله، وبشكر السبيكرز جدا على انهم قدروا يدخلوا في السوق شوية. هناك سبيكرز دكتور احمد عبد الحليم هيكلمنا عن المحاضرة بتاعته Profit or Loss Clinic Finance Products. الدكتور احمد عنده MBA in Hospital Management من العرب Academy for Science and Technology. He is the founder and CEO of Butler companies since 2019. He's also founder of a professional clinical management diploma in collaboration with the Arab Academy, Academy Arabic. Please welcome Dr. Ahmed. السلام عليكم. الصوت واضح ولا ايه؟ تمام؟ معلش انا صوتي واطي شويه فدايما عندي مشكله في الموضوع ده. النهارده انتوا هتتهروا بقى بروفيت ولوس وفلوس داخله وفلوس خارجه وبالانس شيت يعني اتمنى ان انا اتكلم عن نفس الموضوع بصوره مبسطه شويه. انا للناس اللي ما تعرفنيش، انا اسمي احمد عبد الحميد، انا دفعه 2002 جامعه القاهره القصر العيني. عملت ماستر بروسيس وعندي عيادتي من 2005، وزي اي حد كده كان عندي بستراجل بقى في موضوع اداره العيادات والكلام ده. بدأت اعمل MBA وخدت هوسبيتال مانجمنت ولقيتها ملهاش اي لازمه في اداره العيادات حقيقه، يعني سكيل اكبر بكتير من اللي انا محتاجه في العياده. ومن هنا انا قررت افتح. الصوت ده جاي منين بقى؟ من هنا انا قررت افتح بقى شركه بازل. دي شركه متخصصه في اداره العيادات، احنا مينلي متخصصين في اداره العيادات، وانا اصلا اوبريتور فشويه ايدي في الشغلانه وفي نفس الوقت في الاداره. طيب ماشي حاضر ماشي. وشويه في الاداره، فانا هحاول ابسط لكم المفاهيم بتاعه المكسب والخساره بطريقه يعني تبقى مش محتاجه ان انتوا تبقوا دارسين قوي قصه يعني فاينانشال بقى محاسبين يعني. فاتمنى ان شاء الله المحاضره تمشي كويس كده ما نعقدش الامور يعني ان شاء الله. طيب ممكن نخلي حد حطيت اوكي. طيب ممكن اسالكم سؤال؟ كم حد عنده عياده؟ حلو قوي، دي اكبر نسبه حد عنده عيادات شفتها في محاضرات، كويس قوي. طيب حضرتك اخر الشهر لما بتقول انا كسبت او خسرت بتعملها ازاي؟ بتحسبها ازاي؟ حد يشارك معانا كده؟ حد يرفع ايده معايا؟ حد يشارك معايا؟ ماشي. تعملها ازاي يا بطل؟ هتشوف الدخل بتاعك كويس وشوف المصروفات كويس جدا. الدكتور هنا قال لنا الكلام المنطقي جدا، الشغلانه هروح اشوف انا دخلت كام وصرفت كام، ولو متبقى شويه فلوس يبقى انا كسبان، ما تبقاش فلوس يبقى انا خسران. الدنيا جميله وانت معقد المواضيع دي. خلينا نشوف بناء على القصه دي. شايفين الصوره دي؟ انا كنت بدور عليها يعني، انا ما لقيتهاش غير عملتها لكم بالاي اي عشان تناسب اللي انا عاوزه. هو عاوزين نسال سؤال، هو انا لما اقول كلمه دخلي انا دخل لي كام؟ احسب بايه؟ احسب بالفلوس اللي دخلت لي العياده، يعني اجي اخر الشهر او اخر الاسبوع او اخر اي حاجه يعني، وابدا افتح الدرج او الخزنه ابص على البنك اكاونت عندي واحسب الفلوس اللي موجوده فيهم، وكده يبقى ده دخلي. يعني واحد يجي يقول لي انا اخر الشهر دخلت 100,000 جنيه، عرفت منين دخلت 100,000 جنيه او دخلت نص مليون جنيه او وات ايفر يعني؟ لا، عرفت منين؟ قال لي والله لا، ده حسبت الفلوس اللي في الخزنه وحسبت الفلوس في البنك لقيتهم كده. اقول لك اللي انت عملته ده مسموش دخلك. امال اسمه ايه؟ اسمه السيوله اللي دخلت العياده. امال دخلي يتحسب بايه؟ دخلك يتحسب بحجم المبيعات او حجم الخدمات اللي حضرتك خلصتها وقدمتها للمريض. يعني انت حضرتك النهارده في الشهر ده عملت لك 20 حشوه، 50 كراون، 30 حشو عصب وخلصتهم. لما خلصتهم ده معناه ايه؟ معناه ان الفلوس اللي اتدفعت لك دي انت استحقتها، ينفع تاخدها.
طيب لو انا جات لك كمريض، واكيد القصه دي قصه حزينه كلنا عارفينها، وجيت قلت لك هي دايما بتبقى عند الستات اكتر، انا عاوز اعمل بريدج مثلا او عاوز اعمل امبلانت، وتيجي تسيب لك ديبوزيت، تسيب لك فلوس اوريدي، صح؟ وبعد كده تمشي، تعدي يومين 3 اسبوع، ترجع تقول لك بس يا دكتور اصل انا اتكلمت مع جوزي او اتكلمت مع جارتي او اتكلمت مش عارف ايه، فانا عاوزه الفلوس، انا مش هشتغل. كنت انت عملت ايه بقى بالفلوس دي؟ حسبتها معاك في حسبه الايه؟ الدخل بتاعتك، صح؟ وممكن كنت صرفتها، اشتريت بيها جبنه رومي وانت خارج، رجعت عديت على السوبر ماركت، جبت العشاء صرفته. فاحنا عاوزين نتعلم ان واحده من المشاكل في حساب ان احنا كسبنا او خسرنا، ان انا محتاج اطرح دخلي من مصروفاتي. يبقى انا محتاج اعرف هايلايت يعني ايه دخل. يبقى رقم واحد اللي انا عاوزك تتعلمه معايا، ان لما تيجي النهارده تقول انا دخلت كام في العياده، من فضلك وعلى سبيل التبسيط عد لي كام حاله حضرتك خلصتهم اوريدي سلمتهم للعيان. لان هي دي الحالات اللي ما ينفعش يجي العيان بقلب ميت كده يقول لك ايه؟ انا عاوز ايه؟ فلوسي. لازم يجي يقول لك ايه؟ ده في مشكله معينه او اي حاجه من الحاجات دي. انما طول ما هو ساب لك فلوس في العياده، حضرتك ما قدمتش قصادها خدمات، انت ولا كانك شفتها ولا كانك حسبتها. تمام؟ يبقى نتعلم ان الدخل معناه خدمات اتباعت. كويس. نخش على رقم 2. احنا قلنا الدكتور هنا قال لنا برضو حاجه مهمه جدا، قال لما احسب ربحي انا هعمل ايه؟ انا هطرح دخلي اللي اتعلمنا ان هو بقى بايه دلوقتي؟ الدخل اللي هو بقى بايه دلوقتي؟ الحالات الخالصه ماينس مصاريفي. وهنا عاوزين نتعلم حته يعني اتمنى ان انا اقدر ابسطها لكم. هو ايه الفرق بين كلمه المصروف والتكلفه؟ ايه الفرق بين كلمه المصروف والتكلفه؟ في قاعده كده يقول لك ان كل مصروف تكلفه ومش كل تكلفه مصروف. يعني ايه برضو الكلمه دي؟ اوكي، دكتور هنا بيقول لي ده انا عندي حاجه اسمها فاريبل كوست وحاجه اسمها فيكسد كوست. مش ممكن يكون الناس كلها مش عارفه الكلام ده، بس خلينا نشوف بس معايا ايه شكل التكاليف اللي انا المفروض اخدها في بالي عشان احسب انا كسبت ولا خسرت. اول حاجه لما انا قلت انا دخلت مبلغ 100,000 جنيه، من شويه قلنا ان احنا حسبناهم نتيجه عدد معين من الخدمات انا بعتها، صح؟ حشوات وحشو عصب وبلا بلا الكلام ده كله. كويس قوي. فانا لما بقول انا كسبت كام، فكاني بقول انا كسبت كام في البيعه دي، في ال 100,000 جنيه اللي نتجوا عن 100 خدمه بعتها، انا كسبت كام. فعشان اعرف، فانا عاوز اعرف تكاليفي كام في البيعه دي. طب نحسبها ازاي؟ رقم واحد، الحسبه السهله اللي انتوا بتعملوها، بتروحوا عاملين ايه؟ ها؟ تحسبيها ازاي التكاليف؟ اول حاجه ما تحسبيش تكاليف، برافو عليك. ها؟ اول واحد بيحسب، اول تكاليف بتيجي في دماغكم ايه يا شباب؟ ها؟ الماتيريال، صح؟ حلو قوي. انهي ماتيريال بقى؟ تحسب انهي ماتيريال؟ خلينا نعمل برضو اسقاط على اللي قاله الدكتور عبد الرحمن في المحاضره بتاعته. انهي ماتيريال اللي حضرتك دفعت فاتورتها اول كل شهر؟ يعني جيت النهارده الشهر ده جبت فواتير ماتيريال ب 100,000 جنيه، فتيجي اخر شهر تكتب في المصروف انا صرفت 100,000 جنيه ماتيريال؟ لا طبعا، صح؟ انا محتاج اعرف ايه؟ الماتيريال اللي صرفتهم على الخدمات اللي انا ايه؟ بعتها. طب اعرفها ازاي دي؟ انا بعمل افريج مثلا البوند بيكفي كام حاله، سعره كام على عدد الحالات. ما انت بعت 100 خدمه عشان تعرف. انا عندي مشكله في الميديم بتاع الكومبوزيت بيكلف طب كام؟ خليك معايا عشان تعرف انت هتتكلف قد ايه في الماتيريال. بمنتهى البساطه لو عندك انفنتوري سيستم بسيط هتعرف انت طلعت من المخزن بتاعك في المده دي. يعني انا بحسب دلوقتي في شهر يناير، فرحت بصيت هو انا في شهر يناير عملت كام خدمه، لقيتني ان انا طلعت 100 خدمه. كويس قوي. قصادهم في المخزن بتاعي طلع خامات بكام؟ مش هتعرف تعمل الكلام ده الا لو عندك انفنتوري سيستم محترم. هطلعت خامات بكام؟ سي ان انا طلعت خامات ب 30,000 جنيه وباعت 100 خدمه ب 100,000 جنيه، يبقى انا كلفت ساعتها خامات بكام؟
ب30 صح؟ ممكن جدا تلاقي نفسك في الشهر ده دافع فواتير خامات ب70 ب80. ما تبصش على ده خالص، ده مش بتاعك. احنا هنا بنحسب ربحية البيعة. تمام؟ يبقى دي رقم 1. طيب رقم 2 وسهلة دي، بتعرفوا تحسبوها بسهولة. لو انت من ضمن الخدمات دي في شوية معامل صح؟ بعت كراونز وبتاع، دي بتبقى سهلة لان انت غالبا بتدفع للمعمل على قد الخدمات اللي انت عملتها، الا لو انت راجل ايه؟ مقضيها ايه؟ معامل بيشتكوا. ها؟ ماشي. طيب ايه تالت عندك؟ الدكاترة صح؟ والدكتور بياخد بالحالة. نحاسب الدكتور ازاي يا شباب؟ من فضلك اتفق مع الدكتور اللي عندك في العيادة ان حسابه على الحالة المنتهية. ودي من الحاجات اللي هتخلي الدكاترة تنجز في الحالات. مفيش اي منطق ان الدكتور يبقى بياخد فلوسه والحالة نفسها لسه ما خلصتش. وده غالبا بيحمل في الاوبريشن ان الحالة بقى بتقعد تعمل ايه؟ تطول وتروح وتيجي، ما هو مفيش اي موتيفيشن تخلينا اخلصها. فاربط دايما حساب الدكتور بان انت خلصت الحاله. تعال احنا في الشهر ده حضرتك خلصت كام حاله؟ قفلت لي كام حاله؟ 10. ادي حساب ال10 وتروح حاططهم فين؟ في التكلفه بتاعتك. يبقى احنا كده حسبنا ما يطلق عليه التكلفه المباشره. طب انا فاضل لي ايه تاني؟ بيفاضل لي حاجه اسمها التكلفه الاداريه. اللي هي التكلفه الاداريه دي ايجار، مرتبات اسيستنت، مش عارف لاوندري، بوفيه، الحاجات اللي انت بتصرفها كده عشان الدنيا ايه؟ في ما دوست هنا هبوظها لكم، انا اسف. اللي بتصرفها عشان الشغل يمشي، اداريا الشغل يمشي. طب نحسبها دي ازاي؟ بنفس الطريقه. انت عندك هتحسب بعتك في الشهر وشفت في الشهر ده دفعت مصاريف اداريه قد ايه، هتروح حاططها فين؟ على ايه؟ على التكلفه بتاعتك. يبقى انا كان عندي بعت خدمات سي ب 100,000 وعندي انت فين يا جماعه؟ انت مش كده. وعندي خامات بعتها مثلا ب30، وعندي معمل ب10، وعندي دكاتره 10، يبقى انا عملت 50. واشوف الحاجات الاداريه دي سي كمان ب10. عاده الحسبه دي في ناس بتعرف تحسبها بالطريقه دي ماينس او بلس بشويه لخبطه بس بتعدي. بس ايه اللي ما بتحسبش اكشوالي وبيعمل مشاكل قدام؟ حاجتين مهمين. حاجه اسمها تكلفه راس المال او اللي انتوا بتقولوا عليها تكلفه الاهلاك. ما بتتحسبش. يعني ما بتتحسبش. هو انت في الاصل لما فتحت العياده بتاعتك كان معاك مثلا 1,000,000 جنيه سيوله، وقررت كده طوعيه ان انت تحولهم لايه؟ لاسيتس، اجهزه وديكور و صح؟ هو انت لما تقول انا كسبت بجد في العياده، امتى تقول انا كسبت؟ ها؟ لما مع من اول 1,000,000 جنيه يرجعوا لك، صح كده؟ صح؟ تبقى انت بديت تكسب، صح؟ لان الاجهزه اللي انت هتجيبها دي يحصل لها ايه؟ هتستهلك، هتبوظ بعد شويه، سواء هي عشان استهلكت فعلا او عشان ايه اللي حصل؟ التكنولوجي بتاعها قدم او وات ايفر، اي حاجه من اللي بتخليها ملهاش قيمه ملموسه. فتبقى انت ساعتها محتاج تعمل ايه؟ محتاج وانت بتحسب تكاليفك تشيل من ضمن التكاليف جزء يخص اعاده الفلوس اللي انا كنت ايه حطيتها من الاول. طب دي بحسبها ازاي؟ ولا اي حاجه. هو انا كان معايا 1,000,000 جنيه، جبت بيهم عياده واجهزه وعملت ديكور ب1,000,000 جنيه. طب انا ناوي استرد ال1,000,000 جنيه دول على كام سنه؟ ناس تقول لك 5، ناس تقول لك 7. يا عم حط اللي انت عاوزه، انا موافق على ال5. يبقى انا محتاج استرد في السنه قد ايه دلوقتي من المليون؟ 200. حلو. وعندي في الشهر 12 شهر، اروح قاسم على الشهر، يبقى 200 على 12 هيطلع لك رقم. اهو الرقم ده هتدخله في تكاليفك. هنا بقى الخناقه، هي التكاليف دي بتطلع من جيبي فعليا وانا بحسبها؟ ما بتطلعش. هي دي الكلمه اللي كان بيتكلم عليها الدكتور احمد في اول المحاضره، اللي هي التكاليف المحاسبيه الورقيه. كانوا بيسموها كده في بتوع المحاسبين مصروف وهم. كل فايدته ان انت كانك وانت بتحسب اللي داخل لك، انا هشيل جزء على جنب مش هاخده في جيبي عشان ما بقاش زي الراجل اللي في الصوره اللي قبل كده، عشان دول لازم يفضلوا عشان لما تعدي ال5 سنين الاقي ال1,000,000 جنيه الاولانيين اللي انا كنت صرفتهم موجودين ايه؟ على جنب. ودي مالهاش علاقه ان انت هتروح تجيب بيها اجهزه جديده. ده عشان تبقى اسمك رجعت فلوسك. تمام؟ كويس. اوكي. تالت حاجة بتخلي الناس
ما تحسبش مكسبها كويس ان هي ما بتعرفش تسعر كويس. عندي سؤال، هو انت بتسعر امتى؟ قبل الشغل ولا بعد الشغل؟ ها؟ قبل الشغل، صح؟ يعني انت مش بتشتغل، يعني اي واحد جاي تشتغل له خدمه، اول سؤال بيساله لك ايه؟ بكام؟ صح؟ بكام؟ فبكام دي عشان اجاوب عليها انا محتاج ابقى فاهم المعادله دي بتقول لك ايه؟ ان سعر اي حاجه هو بيساوي الربح اللي انت عاوزه، صح؟ بلس التكلفه اللي انت هتتكلفها، صح؟ طب وانت عارف التكلفه اللي انت اتكلفتها قد ايه؟ مش عارف، خليك معايا بس. لا بس استنى بس. التكلفه بتاعتك عارفها ولا مش عارفها؟ قبل ما تشتغل بتبقى عارف التكلفه المحدده؟ ها؟ حد يقدر يقول لي ان هو عارف التكلفه المحدده؟ عارف ايه؟ تقريبي. اهو التقريبي ده اللي كان دكتور احمد بيتكلم عليه، اللي هو اسمه الفوركاستنج، التوقع، حاجه اسمها البادجنج. انت بتتخيل ان انا لو عملت الحشوه دي والله تقريبا هصرف خامات في رينج كذا، وهصرف على الدكتور هياخد مني في رينج كذا، ولو هي حاجه ليها معمل فالمعمل بياخد مني في رينج كذا، وبعدين بحط كمان هامش الربح اللي انا عاوزه. تفاصيل بقى نحدده ازاي مش مشكله دلوقتي. هيطلع لي سعر اسمه ايه؟ سعر تقريبي، المينيمم اللي ما ينفعش اقل عنه. طب انا عاوز ده ليه؟ عاوز عشان انا محتاج اقوله للعيان. وانت بتحدد السعر هتكتشف، يعني احنا عندنا ورك شوب يوم الجمعه ان شاء الله بتعلم فيها التسعير ازاي. هتكتشف ان القصه بتاعت التسعير دي مبنيه اساسا على جزء فيه قدر من التوقع. منها مثلا هو انا هيجي لي هتستنتج او هتخيل او هتوقع هو انا تقريبا هخلص كام خدمه في الوقت ده، في شهر مثلا هيجي لي كام خدمه او هشتغل كام ساعه. معنى كده ان انت هتعمل سعر بناء على توقع انت متوقعه. طب لو التوقع اللي حضرتك حصل، اللي انت توقعته حصل فعلا، جالك مثلا فعلا عدد الحالات اللي انت متوقعها، هيحصل ايه؟ هيجي لك نفس الدخل اللي انت ايه؟ حطيته. طب لو التوقع بتاعك ده ما كانش جيد قوي وجالك عدد حالات اقل، هيحصل ايه؟ هتخسر. مع اني كنت عامل سعر كويس، كنت عامل سعر كويس، بس على توقع ان انت هيجي لك عدد معين من الحالات. طب لو جالك عدد حالات اكتر هيحصل ايه؟ مكسب اكتر باللي انت متوقعه. فليه انا بقول لكم القصه دي؟ عشان وانت بتعمل التسعير هو مبني اساسا على عمليه توقع لشكل الطاقه الاستيعابيه بتاعه العياده بتاعتك عامله ازاي. يبقى انا هنا لو انا دكتور جديد لسه فاتح خالص ومحدش يعرفني غير ابويا وامي، افترض ان انا هفتح عياده هتشتغل من الصبح للبالليل؟ لا، يبقى اهدى شويه في التوقعات. واحد تاني دكتور عنده فرع واثنين وعارف ان هو دارس المنطقه كويس وعارف ان انا هنزل هيجي لي شكل معين من الطلب، فساعتها التوقع بتاعي يبقى اقرب لايه؟ اقرب للحقيقه واقرب ان انا اقدر احسب مكسبي صح. طيب لو انا بقى بتراك الكلام ده، بنسى واعمل هنا. لو انا بتراك الكلام ده، يعني ايه بعمل تراكنج؟ يعني ايه كلمه تراكنج يا جماعه؟ بشوف اللي بيحصل ده ايه الاخبار. انا اشتغلت وفعلا جالي العدد اللي انا طلبته ولا اقل ولا اكتر. هبدا اعمل ايه في البرايسنج بتاعي؟ هبدا اعدله. يعني زي ما نقول ان كل ما حضرتك تبقى قديم في الشغلانه وبقالك سنه او سنتين او 10، قدرتك على توقع الديماند او الطلب اللي هيجي عليك هيحصل له ايه؟ هيبقى ادق، وبالتالي قدرتك على التسعير تبقى عامله ازاي؟ هتبقى ادق. طب مين اللي يبقى قديم وبقاله 10 سنين وكأنه لسه فاتح النهارده؟ اللي مش بيتابع. واحنا ممكن نتكلم كتير جدا عن القصه دي. لو انا ما بعرفش اقرا الاحداث اللي حصلت اوريدي في العياده، جالي كام حاله من انهي نوع. كنت لسه قاعد مع دكتور اسلام دلوقتي بيقول لي انا عملت تراكنج، بصيت كده على الحاجات اللي بشتغلها، اكتشفت ان انا معظم دخلي جاي لي من الجراحات، والدخل بيجي من الانجكشنز والفيشال استاتكس والحاجات دي اي كلام قوي. فرحت اعمل ايه؟ جبت حد يشتغل القصه دي وركزت كل جهدي فين؟ في الجراحات. مجرد قرايتك لحاجات بسيطه على فكره، مش محتاج تبقى يعني معاك دكتوراه في المحاسبه وقرايه عشان تبقى بتقرا الكلام ده. انت مجرد لو عندك حاجه بتسجل بس فيها هو احنا عملنا ايه الشهر ولا السنه ولا السنين اللي فاتت، مجرد نظره بسيطه هتكتب ايه ده التخصص ده
اشتغلنا فيه كتير، التخصص ده اشتغلنا فيه قليل. يبقى التخصص اشتغلنا فيه قليل ليه؟ هل انا بخاف منه؟ ودي بتحصل كتير، يجي لي ناس كتير تقولوا لي او انا يا دكتور ما بعرفش ابيع فينير. اقول له طب ممكن تروح تاخد كورس فينير؟ لان هو بيحصل ايه؟ هو اصلا قلقان ومرعوش وهو بيتكلم مع المريض على حاجه زي كده، اصل ما ببيعش امبلانت كتير. طب انت بتعرف تشتغل امبلانت؟ نيفر ايفر. واتحدى اي حد هنا يكون بيجيب تخصص ومش عارف يبيعه، استحاله. طب لو انا التخصصات اللي انا بجيبها كشخص عارف ابيعها، ده حاجه كويس قوي. طب واللي انا مسميها ان هي عندي في العياده ومش ببيعها، حلها ايه دي؟ حلها ان انا اجيب عين ناس عاملاها تسويق، اتاكد ان البروسيس بتاعتي كويسه، واعمل تراكنج ايه الاخبار بعد ما عملت الكلام ده، الموضوع زاد ولا افضها سيره واشيل التخصص ده من عندي اصلا. كل ده حاجه مهمه جدا. كان في دكتور بيحكي لي ان هو عشان مش بيتابع حساباته ايه اللي داخل وايه اللي خارج والدنيا عامله ازاي، اتسرق كم انا خايف اسال السؤال، حد اتسرق؟ ماشي. حد حابب يشاركنا التجربه؟ عاده اللي بيتسرق ليه يا جماعه؟ اللي بيتسرق ايوه عشان مفيش متابعه. انت على فكره مش محتاج تبقى بتتابع كل تفصيله، انما لو الاستاف عندك جاله الايحاء والاحساس ان انت في متابعه بتحصل بشكل دوري وبشكل منتظم، هيفكر 1000 مره قبل ما يمد ايده. لان اللي بيحصل عاده اللي بيحصل كالاتي، ان حضرتك بتكسل وبيجي لك حد ميل او فيميل يبدا يشيل عنك الشغل ويحسسك بقدر من الطمانينه، فتبدا تعمل ايه كل شويه؟ تسلم شويه. ابدا دي بقى لها معايا 6 سنين، ابدا ده بقى له معايا 10 سنين، ابدا ده. انا كنت قاعد في كورس مره بقول لحد ما تنفعش تعمل كذا، قال لي ازاي؟ استحاله، ده بقى لنا 11 سنه. والله تاني يوم في الكورس لقيت استلقيتني امبارح. اللي انا عاوزك تفكر فيه ان ده نيفر يحصل لو حضرتك بتبص على مالك. هذه مشكله. ماشي. الحاجه بقى الخامسه اللي لقيت ناس كتير بتعمل لهم مشاكل في موضوع المكسب، ان هو ما بيفصلش ادواره. تعالوا كده نسال سؤال، هو الدكتور بيشتغل، الدكتور اللي هو العياده العاديه خالص، اللي هو واحد فتح عياده جديده، بيشتغل كام دور في العياده؟ كام دور؟ 3 ادوار، صح؟ انت مالك العياده، صح؟ وحضرتك غالبا بتبقى مدير العياده، وحضرتك برضو بتبقى الايه؟ الدكتور، صح؟ حلو قوي. مالك العياده اللي هو بيسموه الاونر ده بيسموه كده كنوع من انواع الشتيمه، ان هو اسمه ريسك تيكر. يعني ايه ريسك تيكر؟ يعني ده الوحيد يا عيني اللي راح جاب الفلوس وجهز بيها العياده، وجاب ناس اداهم مرتبات، وجاب مش عارف الخامات دفع لهم، وبتاع المعامل دفع لهم، وهو الوحيد اللي قاعد مستني كمالك للعياده فتبقى له حاجه فكسب، ولا ما تبقالوش فايه؟ فخسر. كويس؟ انما الدكتور لما يكون بيلعب دورين كمان، كونه كمدير او كونه كدكتور بيعمل الحالات، فهو محتاج يبقى ليه مقابل منفصل نظير الادوار دي. وطالما هتاخد مقابل منفصل نظير الادوار دي، تمام، يبقى انت لازم تكون بتأديها، صح؟ لان احنا كده تخيل معايا السيتويشن ده، عيادات كبرت شويه، فتلاقي الدكتور يقول لك ايه، والله انا تعبت مش قادر الاحق على التفاصيل الاداريه دي، فيروح جايب ايه؟ مانجر. اما بيجيب المانجر بيجيبه لله وللوطن ولا بيديله مرتب؟ بيديله مرتب. يعني انا لما كنت مانجر المفروض اخد قدام المانجمنت ده مرتب لوحده. طب حاجه تاني، مش اما الدنيا بتكبر اكتر ويبقى في تخصصات اكتر، بيروح يجيب دكاتره معاه تساعده، صح؟ بيجيبوا برضو لله وللوطن ولا بياخدوا فلوس؟ بياخدوا فلوس. يبقى وانا بعمل شغلي كدكتور انا محتاج اخد قصاده ايه؟ مقابل. ليه؟ عشان دول لما يطلعوا كمصاريف، تقدر تتاكد اذا كان عيادتك فعلا بتربح، يعني بتنزل ربح، ولا انت كل الفتره دي كل عياده مش شغاله اصلا ومش بتكسب، وانت عايش على الاجر بتاعك كطبيب او الاجر بتاعك كمدير. قصه حزينه متكرره الناس الكبيره تعرفها. اسره عايشه عادي خالص، فيها زوج وزوجه واولاد، والدكتور عايشهم كويس جدا، وبعد كده لا قدر الله توفى. بتبدا الزوجه تعمل ايه؟ تروح جايبه دكتور تاني يمسك العياده. شهر شهرين 3 تبدا الخناق.
ايه ده فين فلوس العياده؟ انت ليه العياده ما بتدخلش؟ ده زمان الدكتور كان بيدخل لنا فلوس. هي العياده اصلا كانت بتدخل فلوس؟ لا، هو الدكتور كان معيشهم منين؟ من اجر ايده كايه؟ كطبيب. فما جه الدكتور التاني وخد اجر ايده كطبيب، العياده نفسها فضت حاجه، يعني بقى في حاجه فضيت؟ لا ما فيش. فاحنا عشان نقول بجد انا عيادتي بتكسب ولا ما تكسبش، يبقى لازم تحاسب نفسك بجد، تطلع لنفسك فلوسك، مرتبك كدكتور، مرتبك كمدير لو انت المدير، وبعد كده تشوف احنا عندنا فائض نسميه ربح ولا لا. وده يستدعي ان ما ينفعش كل ما تبقى عاوز حاجه تروح مادد ايدك على الفلوس اللي موجوده فين؟ في الخزنه ولا في البنك وتروح صارف. لا، انت كده، انا اسف في اللفظ اللي هقوله ده، انا اسف جدا مش عارف ينفع اقوله ولا لا، بس انت كده كانك بتعامل نفسك كانك ايه؟ صنايعي كده فواعلي. لكن العيادات والمنشآت ما بتقدرش كده. انت ليك مرتب تاخده، واخر فترات توزيع الارباح سواء كل شهر، كل 3 شهور، كل سنه، بتشوف المكان ده ربح، يلا نوزع الربح. ودي حاجه مهمه جدا 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 كمان، عشان ما تخشش في مشاكل مع ربنا لو كان عندك شركاء، لان انت هتكتشف ان الطريقه اللي بتوزع بيها الارباح ما كانتش ايه؟ دقيقه. لا اما وزعت لهم ارباح هي اكبر من حقهم، لا اما وزعت لهم ارباح هي اقل من حقهم.